السجن الأكبر الذي أحاط الجماهير على طول رقعة البلد جعل العيون تتعايش مع مشاهد الرهبة والدموع. في ذلك الواقع أمور تتعلق بطبيعة المجتمع المتأقلم على نمط مجفف للعيش وانتظار القادم المجهول الملوح في الأفق. خيبات تتوزع في سحنات الناس. يمارس الإرهاب الدولي على نحو مقنن، ولا يتدخل الرأي العام العالمي بما يحدث من انتهاكات داخل دولة تمارس فيه السلطات قمعا لا محدودا، فأحوال حقوق الإنسان في خطر، وألوف المعتقلين يعانون ولا أحد يتحدث عن أحوالهم، فلا من قوة تدين إرهاب الدولة على الأفراد الخارجين عن نظامها والمناهضين لها. فالمصالح ألغت المبادئ وجعلت الأخلاق التعاملية موجودة حسب مجموع المنافع التي تجمع الأنظمة بعضها ببعض عبر تحالفات واتحادات سياسية تمت لعالم المصالح الاقتصادية. فلا أحد يأبه بالإنسان وكرامته. الانتهاكات داخل السجون البعثية السورية كما التركية الإيرانية والعراقية ومن على شاكلتها، وما من جهة تأبه بذلك أو تقيم وزنا. ولم يكن رهان التغيير يوما منصبا حول تحسين هذا الملف، إنما ميزان المصالح يعد الأكثر تداولا من أي مفصل أو جانب متعلق بالحالة الأخلاقية، حيث تتغير النظم وتنهار الاقتصادات بفعل التناقضات الربحية لا أكثر. فالعنف هو خبز الدولة الشمولية المركزية وأساس لانتعاشها ورسوخها. فداخل كل كائن إنساني أو حيواني وحش رابط في الداخل، وعمل السلطة القمعية إخراج الوحش داخل الإنسان وإطلاق العنان له لينتفض ويقتلع كل أخضر ويابس، حيث يتم تطويع الإرهاب ليكون وسيلة لترسيخ النفوذ المادي عبر ثبات السلطة في مكانها وتفعيل منظومتها الثقافية داخل النخب الإبداعية من كتاب سلطويين وفنانين مرتهنين يقدمون الولاء مقابل الامتيازات الوقتية التي تمنحها السلطة لهم، حيث تغتصب السلطة مقومات الإبداع وتسلب الطاقات الواعدة وتحيلها إلى رماد، وتسهم في خلق بذور الغرور والتسلط لدى مثقفي السلطة المنتفعين ممن تركوا الابتكار وعززوا دافع الاحتكار المادي واللهث وراء ما تلقيه لهم السلطة من بهارج خادعة تتعلق بالشهرة والأضواء. فالسلطات تقدم الفوضى بديلا عن نظامها وتهدد به كي تبقى وكيلة على مصالحها باسم الشعب. لماذا يلجأ المعرفي للعزلة دون الانغماس والإغال في صلب الحركة وممارسة مهامه الحثيثة في مناهضة القوالب وسوءات التفكير المتمخضة عن علاقة السلطة القمعية بالمجتمع؟ هنا سؤال يطرح نفسه في سياق بحثنا عن معضلة التوحش المستشرية تحت تأثير ضغط أجهزة الأمن على المجتمع بكامله، كونها أداة تبلع الإنسان داخل المعتقل وتسلبه كل أسباب البقاء. الحياة الأسيرة بيد المنظومة تفقد المرء كل دوافع العمل داخل المنظومة وخارجها، كون الحراك قاصر ولا يحقق أثرا في لجم الخوف وصناعه. إننا أمام أزمة ضآلة إنتاج الأفكار الجديدة، حيث طغيان العلة لن تخلق الأفراد ذوي التفكير الجديد، وإنما سيصب عملهم حول متاهة فرضتها تلك السلطة. مثالا، نجد أن المفكر الشرق أوسطي يخوض مليا في موضوع تأليه القائد، ويكرر كثيرا خوفه ومعاناته من تفاقم مرض القطيع، ويظل يخوض تلك الدوامة دون إنتاج شيء ذي معنى. وهذا يجعلنا ندرك مدى فعالية جهاز السلطة في جعل مناهضيها يسقطون في عزلتهم الفكرية أكثر فأكثر، كونهم ظلوا أسيري مناهضتهم لشيء لم يتقلص. إن إمكانية جهاز القمع السلطوي في تجهيل الجماهير أكبر من إمكانية ذلك المفكر أو تلك المفكرة الساعية لإنبات زهرة الإبداع في عقول الأطفال. إن الوقوع في شرك النظري جعل العقل في محنة والإنسان في عزلة وانفصام. فتلامذة الشيخ وأتباع القادة الملهمون يخوضون نشوة الحلم ويبتعدون عن حقيقة أن السياسي قد يكذب، فكيف يتم تأليهه؟ والشيخ صاحب الطريقة قد يخون الله في سره، فكيف يهبه الناس الهبات والأعطيات؟
لقد نادوا من قبل بموضوع فصل الدين عن السياسة وبقي الإشكال قائما، فلا نعتقد أن سيتم فصل القائد عن الشعب باعتبار القائد وثن والشعب حقيقة. إن استماتة قوى السلطة في السيطرة على الموارد والامتيازات ووضع اليد على مناحي الحياة قاد الحياة إلى نمط من الجمود، جعل التصحر الفكري هو القدر الجامع الذي تستظل تحت فيئه فئات المجتمع، والسيطرة يلزمها جهاز رقابي دقيق يعتبر كل مناهض عدوا. أولا، هذه حال الشرق الأوسط في ظل سقوط أنظمة ومجيء أخرى، حيث لعبة تبديل الأدوار وإحداث بعض التعديلات لن تسهم في أي تغيير جوهري يفتح المجال أمام أصحاب المواهب والمدركات الحرة. إنها منطقة غنية من حيث الموارد، وتخضع لسلطة أوروبية أمريكية عن بعد وبوكلاء سذج ينشرون التجهيل والتصوف وإخضاع العقل عبر حقن الدين المذهبي والقومية التفاخرية أو الديمقراطية الواهنة. لقد حددت المنظومة السياسية البعثية طبيعة المجتمع وأطوار فئاته، ورسمت معالم اغتراب أفراده من خلال عزلة محكمة بسلاسل الرهبة وأسلاك الحذر. إن تلك العزلة الاجتماعية ولدت مفاهيما مضطربة تشربها الأفراد عبر تقاليدهم وعاداتهم. لنتأمل ما قاله الكاتب الكردستاني يحيى سلو في كتابه لغة الجبل: الفرد الذي لا يستخدم قدراته الذاتية والإبداعية يتحول مع الزمن إلى مجرد أداة تنفيذ. يتم تدريب وتعليم الفرد في مثل تلك الظروف على أن تتقلص دور مشاعره الإنسانية وتحكمه غرائزه التي بدورها تفتقر إلى الأحاسيس والعواطف وقوة العقل والتفكير. السلطة الاستبدادية أعاقت تلك القدرات الذاتية لدى الإنسان، حاربت المعرفيات والمعرفيين بكافة الوسائل الناعمة والقسرية، فتتبع الأفراد وتحري شؤونهم اليومية هو لتفكيرهم بحقيقة سوداء، وهي أنهم في سجن كبير اسمه الوطن، وطن أفراده يمتهنون تكرار ما سوقته السلطة من حياة غير وافقة. ملامح الذات المنكسرة ما هي إلا عبارة عن تفاصيل غامضة تبوح بها علامات الوجه، تفتيت الفرد عبر مراقبة حركاته وتتبعه بشكل دائم، عرقل المناخات الإيجابية فيما بينه والناس في ظل الكابوس الكبير الذي عم تلك الرقعة السياسية الناشئة إثر اتفاقية استعمارية اسمها سايكس بيكو. باتت النظم فيها طائفية محكومة بالفشل والإخفاق، تتربص أجهزة أمنها بالنفوس والعقول لتقودهم إلى مستقبل مظلم. تعتبر مجاورة الموت تعبيرا رمزيا لطلب السكينة والراحة والتحرر من القلق بوصفه عاملا يشل حركة النفس يلزمها على الركود والتقوقع في دوامة ساكنة. في ظل هرع أصحاب النفوذ والامتيازات السلطوية نحو المنافع والمزيد من المكاسب، يجدر تنامي القبضة الأمنية وسلوكها المباشر في التحري والمراقبة، لا سيما وإن الإبداع يسعى للبروز عبر الحب، وغاية الفرد من التحرك في بوتقة الوطن المعتقل هو لأجل إنقاذ الحب من مخالب الخوف. ما السعي إلى الفرار إلا نتيجة عن إفلاس المجتمع روحيا بعد عزله، وتصاعد انطفاء شعلة الانتماء للأرض فيه لصالح الرغبة المحتدة في عيش الاغتراب الخارجي. إن عداء رجال السلطة مع المستنيرين تاريخي وقائم بذاته كحقيقة واضحة غير قابلة لللبس، وإن تطوير الإقصاء والقمع من عملها الكابح للإبداع والابتكار، فأحد غاياتها هو القمع الوحشي وتثبيت الخوف كنظام حياتي. هنا أمكن فهم نضالات المعرفيين على أنها البديل الحضاري والوقائي القائم إلى جانب بطش الإرهاب الدولة أو الحزبياتي، وإقامتهما سلطتين كبرى وصغرى تعملان بالتنسيق فيما بينهما للحد من تطلعات الفرد للارتقاء.
فالاستمرارية في سلوك نهج التمرد والمقاومة لقيه في كثير من الأحيان ردود قبيحة من نظام السلطة الصغرى، الحزب المناهض بين قوسين، لغايات تتعلق بالتميز السلطوي والرغبة بالبروز الانتفاعي الأناني لو على حساب المبادئ والمصالح الشعبية. إن لذلك تأثيرا بالغا على كفاح المعرفيين لتحقيق التطلعات الجماهيرية في الحرية والاستقلال. هكذا نجد أن الحسابات السلطوية لا تتوافق بتاتا مع الغايات المثالية، بل وتتعارض على نحو فج ومباشر. فتحالف السلطتين الكبرى والصغرى فيما بينهما كان لكبح أداء المعرفيين ودورهم في تنبيه الغافلين. لهذا نشهد ذلك التحالف المقيت بين الأنظمة القامعة المحتلة لكردستان وتنظيمات كردستانية سلطوية تكبح من جماح النخبة الشابة الواعية ممن ترفض الارتهان والمساومة على دماء الذين سقطوا لأجل كردستان. لم نذكر تلك تنظيمات اسميا، وإنما أردنا فهم فداحة الاختراق السلطوي البغيض لتنظيمات اصطفت وراءها جماهير غفيرة متعطشة للحرية والاستقلال رغم افتقارها لروح التنظيم المعرفي، تدين بارتباطاتها الروحية والغوغائية بزعامات متألهة مثلت الآغاوية المعاصرة.